السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، وعلى بركة الله نبدأ. اتكلم معاكم النهاردة عن حسام غالي الكابيتانو، كما اطلق عليه جماهير النادي الاهلي. اللاعب اللي وانت بتتفرج عليه بتتمتع اول ما يلمس الكورة، وعنده ستايل خاص بيه. ولعب حسام غالي لفاينورد الهولندي، وديربي كوانتي في الدرجة الثانية الدوري الإنجليزي، ونادي النصر السعودي، ولعب لتوتنهام الإنجليزي. وعاد غالي إلى الأهلي بعد رحلة احتراف مثيرة، يكاد يكون هو الأميز في مكانه على مر التاريخ في مصر. ثم تجربة احتراف تانية مع ليرس البلجيكي قبل ما يختم مسيرته مع النادي الأهلي. حسام غالي واحد من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في ظل حجم الإنجازات والبطولات اللي حصل عليها مع ناديه الأهلي والمنتخب الوطني. وهو نجم نجوم النادي الأهلي في السنوات الأخيرة نتيجة الإمكانيات الفنية الهائلة التي يمتلكها اللاعب. تاريخ مشوار النجم حسام غالي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: لعب حسام غالي مع الأهلي 539 مباراة طوال تاريخه، شارك بشكل أساسي في 462 مباراة، لعب 39718 دقيقة مع الأهلي خلال مشاركته في المباريات، سجل 26 هدف مع الأهلي، تسبب في صناعة 56 هدف، شارك في 15 مباراة نهائية في مختلف البطولات. واكثر فريق شارك ضده حسام غالي الزمالك، لعب امامه 20 مباراة. اما في الامور الفنية حسام غالي كان ديفندر على اعلى مستوى، لدرجة انه كان بيدي كباري لنجوم عالم زي جوارديولا، وبيحرز اهداف باكورد، وبيراوغ على طريقة اساطير كرة القدم، وبيلعب بقلبه وما بيخافش على نفسه مهما كانت العواقب، ودي حاجة كانت بيمتاز بيها. حسام غالي ما كانش يهاب الخصم مهما كان حجمه، وكان دايما بيحفز زمايله انهم يكسبوا، وحتى اللعيبة الصغيرة كانوا بيحترموه لانه لاعب بيمتلك شخصية القائد داخل وخارج الملعب. مارتن يول كان السبب في عدم إكمال حسام غالي مسيرته الاحترافية بسبب العنصرية اللي تعرض ليها غالي، وكلنا عارفين الواقعة الشهيرة لما مارتن يول قرر يخرج حسام غالي من المباراة بعد نزوله بدقائق. حسام غالي ما استحملش على نفسه ده، وقرر ينهي مسيرته بعد ما رمى التيشيرت في وجه مارتن يول. أزمة حسام غالي كانت مع معظم المدربين اللي لعب معاهم، لأنه كان لاعب ومدرب في أرض الملعب. هيكتور كوبر استبعد حسام غالي من المشاركة مع المنتخب في كأس العالم اللي أقيمت في روسيا عام 2018، لأن غالي كان بيتدخل مع اللعيبة في الأمور الفنية داخل الملعب، واللعيبة كانت بتسمع لكلامه. وكمان كان في مشاكل مع أسامة نبيه، وطلب وقتها كوبر من غالي إنه يحتذر للجهاز الفني، يا إما مش هيكون متواجد ضمن القائمة اللي هتشارك في كأس العالم في روسيا، لكن قراره كان بالرفض. الكلام كتير عن الكابيتانو، وانا من المحظوظين اللي عصروا هذا النجم الممتع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.